الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا فقد تجردوا من نفوسهم ومن حولهم ومن قوتهم ومن عددهم ومن أي شيء إلا أن يقولوا الله كافينا وهو نعم الوكيل لمن عجز عن إدراك بغيته. ولكن المهم أن تكون دائما في حضانة ربك. فاتنا أن نقول أن صحابة رسول الله وآل بيت رسول الله أخذوا هذه الجرعة الإيمانية واستنبطوا منها الكثير في حل قضاياهم. وفي ذلك في قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل يذكرنا الإمام جعفر الصادق ابن سيدي محمد الباقر ابن سيدي علي زين العابدين، وكان أفقه الناس بالقرآن وكان أعلمهم في استنباط أسرار الله فيه. يأخذ من هذه وهي قول الحق حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول فيها قضية عجبت لمن خاف. يعني هو يتعجب لإنسان أدركه الخوف من أي شيء يخيف، والإنسان لا يخاف إلا أمرا ينقض عليه رتابة راحته ويقلقه ويهدده في سلامه وأمنه واطمئنانه، ذلك ويكون مصدرا معلوما. فإذا ما تعرض المؤمن لمثل ذلك، هي قضية نفعت الجيش كله في معركته مع الكفار، فحين يأخذ الفرد هذه الجرعة ينبهنا سيدنا جعفر الصادق إليها لنفزع إليها عند كل ما يخيف. قال عجبت لمن خاف، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يتعجب لإنسان أدركه الخوف ثم لا يفزع إلى هذه الجملة حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم يستنبط بإشراقاته سر هذا فيقول لأني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وانظروا إلى قول سيدنا جعفر الصادق فإني سمعت الله بعقبها. هو قرأ، ولكن المؤمن حين يقرأ كلام الله إنما يستحضر أنه يسمع الله يتكلم. فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولذلك السبب في أن الحق يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن الله هو الذي يتكلم، وعيب أن يتكلم ربك في أذنك ثم تشغل عن المتكلم وهو ربك، عيب. وبعد ذلك يكمل لنا قضية الاستنباط القرآني. نحن بصدد حسبنا الله ونعم. إذا رجدت الخوف ايه؟ يخيفك أي شيء فوق مستوى أسبابك، ما لك إلا أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل بحقها، فإن قلتها كفاك الله شر ذلك الخوف، لأنه سمع الله يقول بعد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، النتيجة بعد القول إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف النعمة وفضل من النعمة من مين؟ من الله. والفضل من مين؟ وقد تصيبك النعمة والفضل ولكن تقدر ذلك في أخريات الأمور. قال لك لا ده زادت إنها غنيمة باردة ولا حصلش فيها أن مسنا سوء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وكان نتيجة ذلك التجربة اللي نفعت والتجربة اللي نجحت
ان اتبعوا رضوان الله، نجحت وياهم. وكذلك يقول الامام صدق عشان نكمل الروجيتات اللي عاملها لجوانب النفس البشريه. فالنفس البشريه يفزعها ويقلقها ويجعلها مضطربه ان تخاف شرا يقع عليها. الروجيتا بتاعت دي ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وعجبت لمن اغتم، والغم قلق يحدث في النفس ولكنك لا تدرك اسبابه، اسبابه معقده، صدر ضيق كده تقول. ولذلك احنا نقول انا صدر ضيق، انا متعب مش عارف ليه، يعني ما مرش بيك الان اشياء تستوجب هذا، انما ما هي يمكن حصيله تفاعلات احداثيه انت ما انتش فاكرها دلوقتي، يبقى ده اسمه غم بقى. فقال وعجبت لمن اغتم ولم يفزع. ساعة ما يغتم يعمل ايه؟ يفزع الى قول الحق سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يقرب ذنبه، يقول الغم ده ما جاليش الا لانني خرجت شويه عن المنهج. فاني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اللي هو سيدنا مين؟ يونس. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وليست خاصية كانت ليونس، وكذلك ننجي المؤمنين. باب واسع الله أدخل فيه مين؟ كل المؤمنين. وعجبت لمن مكر به. مكر به دي معناها ايه؟ بيت له الشر بحيث يخفى. لأن ما هو المكر؟ المكر تبييت شر لخصمك. خصمك دي هو بحق، هو على شر وأنت بحق، يبقى شر يبيت لمين؟ لخير. أهو ده المكر السيء. مقابله مكر ايه؟ حسن. ولذلك ربنا بيقول ولا يحيق المكر إن هو السيء إلا بأهله. إذا ففيه مكر مش سيء، كأن يبيت صاحب الحق لصاحب الشر تبييتا يخفى عليه. يبقى ده مكر ولا مش مكر؟ يبقى ده اسمه مكر ايه؟ ولذلك ربنا قال افطنوا إلى دي فإن كانوا يمكرون ويبيتون هم يبيتون، إنما إن بيتوا على الخلق جميعا لا يبيتون عليه. يبقى عارف لكن أنا رب وإن بيت لهم فلن يستطيعوا كشف هذا التبييت. يبقى أنا خير الماكرين ولا مش خير الماكرين؟ لأن اللي تبيت ده من الممكن ينعرف، يبقى مكر خايب. إنما المكر الحقيقي بقى اللي ما فيش وسيلة أنها تنعرف، يبقى ربنا لما يبيت لخصومه يبقى ما يقدروش إيه؟ يعرفوا. يبقى خير الإيه؟ خير الماكرين. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا. حتى اللي يطلب الدنيا وعايز نعمة واسعة وعايز جاه وعايز ثراء برضه ربنا هنا قال وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حين تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أتتك الدنيا مهرولة، لأنك جردت نفسك من حولك وقوة حيلك وأسبابك وتركت الأمر لمين؟ فإني سمعت الله بعقبها يقول أي في صاحب الجنة ما شاء فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إذا فالجوانب البشرية في النفس هي خوف له وصفة، هم له وصفة، مكر بيك لها وصفة،
مطالب دنيا وسعتها لها ايه؟ لها وصف. الوصفه اللي معانا اللي هنا جت هنا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل. النعمه هي ان يعطيك على قدر عملك، والفضل انه يزود. لم يمسسهم سوء، كان من نتيجه ذلك ان جمعوا بين كل ما وهب لهم واتبعوا رضوان الله، لانها اصبحت ايه؟ عمليه مجربه. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.